الشكر كل الشكر لزملائنا الأعزاء في الاستوديو. بسم الله أعزائي وأحبائي المستمعين والمشاهدين، أسعد بكم دائما وأبدا المعلق خالد عبد الكريم. نراكم لكم هنا وبالوصف التفصيلي وتحديدا من استاد راشد آل مكتوم بدولة الإمارات الشقيقة للتعليق على هذه القمة العربية الإماراتية والتي تجمع ما بين الناديين هما نادي الوصل ونادي الشباب الأهلي في نهائي كأس السوبر الإماراتي لهذا العام الجديد. كلا الناديين له تاريخ في دولة الإمارات الشقيقة، ونادي الوصل بالذات عد عليه أسطورتين من عالم كرة القدم، إحداهما عالمية أرجنتينية والأخرى مصرية زملكاوية. الأول ديجو أرماندو مارادونا والآخر شيكابالا نجم نادي الزمالك. تشكيل نادي بتشكيل نادي الوصل بيمثله خالد سيف في حراسة الشباك، أربعة خلفي العزيزي باك يمين والكسيس باك شمال وسفيان وسيونج اتنين مساكين، خيمينيز وسيدي بي في وسط الملعب، ماجد سرور جناح يمين وعلي صالح جناح شمال، وفي الهجوم فابيو ليما وسيفيروفيتش تحت قيادة المدير الفني ميلوس ميلوفيتش. تشكيل نادي الشباب الاهلي بيمثله احمد عبد الله في حراسه الشباك، أربعة خلفي سعد سليمان باك يمين وركيمي باك شمال وفيكتور وبوجدان اتنين مساكين، ثلاثة في وسط الملعب ميلفوروريفيتش وعلى يمينه سعيد عزة الله وعلى شماله كارتابيا، ثلاثي الهجوم بوري سيراز ده جناح شمال وجويل دا سيلفا جناح يمين، وفي الهجوم سروان أزمون تحت قيادة المدير الفني وباولو سوزا. بيكون تحكيم اليوم الحكم الدولي البولندي وهو سيمون مارسينياك، بالاضافه الى تقنيه الفيديو. وبدا اللقاء والبدايه مع شباب الاهلي، نادي شباب الاهلي بالزي الاحمر ونادي الوصل بالزي الاصفر. عرضيه هناك واول اهداف اللقاء لنادي الوصل الاماراتي، طبعا بيحطوه ادي مساعداتكم. كانت عرضيه حلوه جدا من اللاعب سيدي بي وحطها طبعا ميليروفيتش، انما اعتقد هل فيها تسلل ولا فيها اعتقد هنا في دفعه، طبعا في دفعه بص حضراتكم، لا دفعه واضحه من اللاعب ميليروفيتش، وطبعا الحكم ما حسبش ضرب الهدف طبعا بداعي الضربه حره. ضربه ادي هجمه من ناحيه اليمين، بص حضراتكم هجمه لنادي الوصل اللي بدا مكشر عن انيابه يلعبها لكلمه، انما طبعا الحكم قال ما فيهاش ضربه جزاء وتوصل لشباب الاهلي ومش ممكن. جويل دا سيلفا يحط اول اهداف اللقاء في نهايه الشوط الاول في الدقيقه 47 عشان يعلن عن تقدم نادي الشباب الاهلي، على الرغم من نادي ادبس حضراتكم فرحه سانتوس طبعا، وطبعا لعيبه جامده جدا في نادي الشباب الاهلي، انما جويل دا سيلفا بص حضراتكم لعبها له زميله اللاعب طبعا سانتوس، انما حطها برافو حلوه جدا والله. ده سروان ازمون اللي اداها لجويل دا سيلفا حطها، يبقى واحد لشيء. دخل الشوط الثاني مش ممكن. الهدف الثاني لشباب الاهلي يحطه اللاعب ميليروفيتش عشان ياخد عرضيه ما تتفوتش. الهدف الثاني في الدقيقه 53 ويا فرحتك يا باولو يا سوزا، بص عرضيه جميله جدا ما تتفوتش، حطها ميليروفيتش عشان يبقى 2 لا شيء، انما كارتابيا مديها له عرضيه ايه، عرضيه بلسم، عرضيه دواء، يبقى 2 لا شيء لنادي شباب الاهلي. نادي الوصل طبعا مش هيسكت، عرضيه ومش ممكن. يا سلام، هدف جميل جدا يحطه اللاعب خيمينيز بكعبه في الدقيقه 52، يبقى كده 2-1. لا هدف جميل جدا بامانه شديده، خيمينيز يعني حطها حلوه جدا وخد العرضيه الجميله من الكسيس. بص حضراتكم من خيمينيز حطها بكعب واحده كده من بتوع ديجو ارماندو مارادونا اللي لعب لنادي الوصل على فكره، زي ما قلت الكلام ده في بدايه اللقاء، انما واحده كده من بتوع زمان كده النجوم زمان، انما 2-1 وهجمه لنادي الاهلي يلعبها طبعا اللاعب كارتابيا. انما بص حضراتكم هنا هل هنا في ايه، هنشوف بقى هل هنا في ضربه جزاء. الفار بيستدعي الحكم طبعا عشان تبقوا عارفين، الفار تابع للحكم وليس الحكم تابع للفار. بص حضراتكم يعني السياده في اخذ القرار ترجع للحكم، هو اللي يقول ضربه جزاء مش ضربه جزاء، انما قال ضربه جزاء لنادي الوصل وتتجدد امال المشجعين من جديد
في الدقيقة 98 وهنشوف بقى فابيو ليما، وطبعا ضغط عصبي عليه، انما حوار ما بين فابيو ليما وحمد عبد الله، مين اللي يتفوق على الاخر؟ فابيو ليما اخذ القرار، حمد عبد الله ما يعرفش يحطها فين، وفابيو ليما يحطها على يمين حمد عبد الله عشان يعلن عن هدف التعادل، وتبقى 2-2 داخلين على ضربات الجزاء خلاص في الدقيقة 98. انما بص حضراتكم حطها ايه ده يا برود اعصابك يا اخي يعني. انما برافو برافو طبعا فابيو ليما على اعصابه. طبعا دخلنا في ضربات الجزاء، هنشوف طبعا مين اللي هيبدا. الحكم بيعمل قرعه كده لمين، هنشوف مين اللي هيبدا ومين اللي هيحط. طبعا الاثنين كباتن الكبار سواء لنادي الوصل في البدايه مع نادي شباب الاهلي. هيخش سانتوس ويحطها، مش ممكن يا الراجل يعني خالد سيف، مش ممكن يعني تخدعه. يبقى كده 1-0. الضربه الاولى لشباب الاهلي حطها. الضربه الاولى لنادي الوصل فابيو ليما، هيحطها ولا يعمل ايه؟ يحطها، برافو فابيو ليما. يبقى كده 1-1. فابيو ليما كده حط ضربة جزاء. الضربه الثانيه لنادي شباب الاهلي يحيى الغساني، هيعمل يحيى الغساني ويا ولد يا لعيب يحطها، تبقى 2-1 لصالح نادي شباب الاهلي. الضربة الثانية لنادي الوصل داخل لها اللاعب كانيدو، هنشوف هيعمل ايه وجه لوجه مع حمد عبد الله. كانيدو حمد عبد الله ويحطها فوق يا الراجل، حطها فوق كانيدو. يبقى كده ما زالت النتيجة 2-1 لشباب الاهلي. الضربة الثالثة هيخش اللاعب ميليفيروديفيتش ويحطها على شمال خالد سيف. يبقى كده 3-1. الضربة الثالثة لنادي الوصل اللاعب خيمينيز. يعني هل بقى تتجدد الامال لنادي الوصل ولا ايه؟ هنشوف. داخل خيمينيز وتتصد، مش ممكن يا 3-1. الضربة الأخيرة للاعب كوان سانتوس، هيعمل ايه كوان؟ مبروك لنادي الشباب الاهلي الحصول على اللقب السابع في بطولة دوري السوبر الاماراتي لهذا العام الجديد.